المهم في النهايه انا ماليش علاقه بثانويه عامه. ما تفضلش شاغل دماغك، عشان ليه؟ الارهاق الذهني هيخليك تفقد الشغف اللي احنا بنسمعه بعد اول اسبوعين، فتقول انا تعبت ليه؟ لانك شاغل دماغك من الاول. فدي نصيحتي، لو انا هنصحك هقول لحضرتك لحد لما نلتقي ان شاء الله باذن الله عما قريب، هقول لك ان انت ما تشغلش دماغك بثانويه عامه في الفتره اللي لحد قبل ما تبدا. مالكش دعوه، ما تفكرش في اي حاجه. الكتب هتلاقيها موجوده وقت ما تقرر تبدا، المدرسين هتلاقيهم موجودين وقت لما تقرر تبدا معاهم، لانك لو بدات بعدهم هتقابلك مشكله ان انت ساعتها هنفضل بقى نضغط نفسنا. وانا بقول لك هتبدا معاهم عادي، لكن ما قبل ذلك ما تنشغلش خلاص. هو في ناس فعلا بدات في شهر 3 وجابت مجموع. عارف الاحساس ده؟ فات شهور، المنهج متراكم، كل ما تفتح كتاب بتحس انك متاخر قوي. لا، لسه في امل، وامل كبير كمان. مش هقول لك كلام تحفيزي وخلاص، هقول لك خطه هتمشي عليها من النهارده. بس قبل ما نبدا محتاج منك حاجتين. اول حاجه لازم تبعد عن اي ديستراكشن، تيك توك، انستجرام، فيسبوك، اي سوشيال ميديا عموما. تاني حاجه بقى محتاج تسد ودانك عن اللي بيقول لك اللي ذاكر ذاكر ومش هتعرف تلم، وبطل انت نفسك تقول انا متاخر. ترازيوم سكوندير هي مش سباق سرعه، ترازيوم سكوندير هي سباق لاداره الوقت. يلا بقى نبدا في الخطه الصح. اول حاجه هات ورقه وقلم واقسمهم نصين. النص الاول هتكتب فيه اللي متراكم عليك، بس اهم حاجه تكون صريح مع نفسك. النص الثاني بقى هتكتب فيه مواعيد دروسك بالايام والساعه بالظبط. يعني مثلا عندك يوم سمدي حصه بيولوجي من الساعه مثلا 10 للساعه 12. يوم ديمانش مثلا عندي حصه شيمي من الساعه 3 للساعه 5. بعد كده هنجيب ورقه تانية عشان نكتب السيستم بتاعنا او الروتين اللي هنمشي عليه لحد اخر السنه. هتعمل جدول متقسم بالايام والساعات زي ده بالظبط، وابدا حط مواعيد دروسك ومذاكره الدروس الجديده دي بعدها على طول، وتفضل ثابته لاخر السنه. وبعد كده هتلاقي عندك مواعيد كتير قوي فاضيه، هتبدا تحط فيها اللي محتاج تذاكره من اللي متراكم عليك. وكل اسبوع شوف انت خلصت ايه ولسه متراكم ايه، وكل اسبوع شيل اللي ذاكرته وحط بقى حاجات جديده. ولو طبقت السيستم ده لاخر السنه هتلاقي نفسك خلصت كل الجديد وكل المتراكم. اللي ضاع خلاص، بس اللي جاي هو اللي في ايدك. هو في ناس فعلا بدات في شهر 3 وجابت مجموع؟ الاجابه عشان الموضوع مش هبدا امتى، الموضوع ان انا هبدا بجد. اورفوار. بص العالم حواليك عامل ازاي، ده يخليك تبقى عندك الهدفين اللي احنا قلناهم. ده ما يقلش من عزيمتك في حاجة وانت بتحقق طموح. اتمنى ان الطموح ده يختلط بطموح اخروي، ان انت حتى وانت بتسعى ان انت تدخل كلية معينة حط طموح اخروي معاه، ان انت تساعد الناس، ان انت تدخل السرور عليهم، ان انت لما تاخد جزء من راتبك ده تتصدق بجزء منه. ارسم رسمه كده بحيث ان يبقى لازم نيتك متظبطه، ان حتى وانا بسعى لحاجه دنيويه يبقى فيها حاجه اخرويه اثاب عليها. تبقاش انا كل طموحاتي في الحياه ماديه فبمجرد او دنيويه بحته، بمجرد لما اموت خلصت. نبدا من نقطه الصفر. تلاقي في ناس محققه انجازات دنيويه مميته في الحياه، انجازات مهوله ما شاء الله، نجاح غير عادي دنيوي، بس مجرد ما يموت خلاص نقطه ومن اول السطر. تساويت مع اكتر واحد. مشكلتك انك مش بتبدأ اصلا، واللي بيبدأ حتى لو قليل بيتعلم وبيكبر وبيوصل، انما اللي بيفكر كتير بقى بيفضل مكانه. والسؤال هنا بقى، انت هتفضل تفكر ولا هتبدأ؟ والبداية عندنا احنا. الوقت اللي بيعدي عمره ما هيرجع تاني. الغضب والكبر والخلافات عمرها ما هترجع لك حاجة، بالعكس هتخسرك حاجات كتير غالية عليك. فما بالك بقى يا صديقي ان لو كان اللي هتخسره ده من دمك. وربنا قال يا صديقي في الحديث القدسي الكبير المشهور اللي كلنا عارفينه، مخاطبا صلة الرحم او مخاطبا الرحم: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. يعني صلتك ليهم دي عشان ربنا يوصلك، عشان تحظى بالمعية. فعايزك تفتح موبايلك، تبعت رسالة، تتصل، تعمل مكالمة ولو بسيطة، مش علشان يردوا لا، وإنما علشان تبقى وصلت، عشان ربنا يصلك، عشان تقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. تبقى مؤمن باليوم الآخر، تبقى حققت الإيمان، عشان على الأقل قلبك يرتاح إنك بتحاول تربط الخيط اللي اتقطع ما بينكم، حتى لو البعد كان سنين. كل خطوة بتصل فيها رحمك بيتحقق في قلبك طمأنينة إن ربنا بيوصلك، طمأنينة إنك بتحقق الإيمان، طمأنينة إن أنا بعمل اللي عليا. وابن الرومي ليه مقولة جميلة قوي بتقول: الرحم لا تقطع إلا بقلب قاسٍ، والقلوب الطيبة لا تعرف القطيعة. فدايما خلي ألف الوصل هي اللي موجودة، وما تخليش همزة القطع تقطعك عن كل الناس اللي بيحبوك. للي مذاكر هيبقى الكلام ده سهل، بالله عليك لازم تذاكر قبل ما تيجي تحل اي ماده عشان ما تلخبطش.
طب انا كنت مذاكر من زمان وجيت احل ما عرفتش احل، انا كده في حاجه غلط؟ والله ما فيك حاجه غلط ولا فيك حاجه غلط، طريقتك هي اللي غلط. طب ما المفروض انا ذاكرت اكون فاكر يا راجل. ده حتى القران الكريم لما تحفظه وتسيبه فتره طويله بتحس انك نسيه، لكن لما تيجي تراجعه بتفتكره بسهوله. يبقى قبل ما تحل اي حاجه، نصيحه بابا ماجد اهو، قبل ما تحل اي حاجه بص بسرعه ربع ساعه تلت ساعه بالكتير بالبصر كده، تفتكر اللي انت كاتبه واللي انت ملخصه والخريطه الذهنيه، وبعد كده حل اي ماده. ما تجلدش ذاتك وتجلد نفسك وانت بتتعامل مع نفسك غلط اصلا. دي نصيحه ليك. كل اللي حصل ده كان بقدر الله سبحانه وتعالى، بس انا اللي عليا ايه بقى؟ احرص على ما ينفعني واستعن بالله ولا اعجز. عشان كده كان دايما من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. وعلم لا ينفع هنا مش معناه ان هو علم ضار، ولكن هو علم غير نافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من ده. وكمان لو انت ركزت في لفظ علم لا ينفع فهو في الاول في الاخر علم برضه، ما بالك بقى بالشيء اصلا اللي هو لا ينفع اصلا، هو اصلا مش علم كمان. اي ريلز، اي فيسبوك، تيك توك، اي سوشيال ميديا، اي حاجه وخلاص، يعني تبعد خالص عن التفاهه. تخيل نفسك ناجح، بس الخيالات هذه عرفت اللي بالافلام نفس الشيء كل يوم. قد ما تقدر تخيل لحد ما ترسخ هذه الاشياء كلها لمخك. رسخت المخك خلاص كمل عليها، اصلا هي ما تقدر تفارقك خلاص. لمجرد ان الافكار هذه رسخت جوا مخك ما تقدر تفارقك. الافكار هذه مستحيل تفارقك، مستحيل. ليش؟ لانه انت بنيتها، انت وشمتها بمخك. مش قادر تذاكر ودماغك دايما بتسرح، هقول لك على طريقه سهله جدا مش محتاج منك غير تنظيم. بص، اول حاجه هنذاكر ساعه كامله. في الساعه دي هتكتب انت هتذاكر ايه بالظبط. مش هذاكر مثلا كيمياء، لا هذاكر 5 صفح من الفصل الثاني. وثالث واهم حاجه الموبايل هنسيبه بره، مش صامت ومش مقلوب، هنسيبه بره. بعد ما نخلص الساعه هتروح تتمشى وتعمل اي حاجه بعيد عن التليفون وترجع وتكمل ساعه تانية. طب لو مش قادر اسيب الموبايل بره ساعه اعمل ايه؟ بان المشكله مش في المنهج، المشكله فيك انت. نفسي اي حد في ثانويه عامه يفهم انه مش محتاج قدرات عقليه اعلى من اللي عنده عشان يوصل للكليه اللي بيحلم بيها. ممكن نقول ان 99% من الطلاب العاديين عندهم القدرات العقليه اللي تخليهم يبقوا اوائل الجمهوريه اصلا. صاحبك اللي اشطر منك مش اشطر عشان هو اذكى منك، المفاجاه كمان انه مش عشان بيذاكر ويعمل مجهود اكتر منك. الفكره كلها انه عارف ازاي يستغل قدراته العاديه دي ووقته ومجهوده بشكل احسن منك.